أيوة، من النهاردة انسي طريقتك التقليدية للبيتزا والجلاش، عشان النهاردة هنعمل فطيرة المكشكشة. هنعمل المكشكشة الحادقة بطريقة سهلة وبسيطة وكمان سريعة، هتودعي بيها أي فطاير أو بيتزا أو أي حاجة عملتيها قبل كده. سهلة وسريعة للصيف وبسيطة جدا، من غير ما تورقي ولا تدهني ولا تتعبي. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه صاج كده هبدا ان انا احط فيه دهنه حلوه كده من السمنه. انا معايا نص كوبايه كده من السمنه مسيحاها. الكوبايه دي 200 مللي، اخدت نصها كده من السمنه. هدهنه كويس جدا وبطنه علشان الفطيره بتاعتي ما تلزقش وكمان تاخد لون حلو من تحت. وحضري معاكي لفه جلاش. عايزه اعترف لكم ان لفه الجلاش دي كانت في الفريزر ومبهدله، فمشيتها معايا وكانت في منتهى الجمال. جبت معايا 3 ورقات كده من الجلاش. هبدا ان انا اورق بينهم بالسمنة، هم دول بس اللي هنورقهم، مش هنورق اي حاجة تانية. هدهنهم كويس جدا علشان دول هيكون القاعدة بتاعتي كده بتاعة الفطيرة. هحطهم كده وابدأ ان انا اورق بين كل واحدة والتانية علشان تكون مقرمشة كده وتكون هشة ومورقة، ما يبقاش كلهم مكتومين في بعض. بعد ما نورقها بالسمنة بالشكل ده، هجيب الصاج او الصينية وابدأ ان انا احط فيها ال3 ورقات او القاعدة بتاعة الفطيرة عندي كده في الصينية بالشكل ده. وزي ما قلت لك اي حاجة مقطوعة ظبطيها كده، مش هتقول لا خالص. خلاص كده عملنا القاعدة بتاعة الصينية. خلي الصينية بقى بتاعتك على جنب، وحضري معاكي بقى بقية ورق الجلاش. خدي كل ورقتين مع بعض، خدي كل 3، كل ورقة حسب ما تطلع معاكي. زي ما قلت لكم كانت مبهدلة، فمش عايزة ان انا اقطع منها كتير، بس لو اللفة عندك مظبوطة خدي كل ورقتين مع بعض وابدأي لميهم كده بكشكشة زي المروحة. عملنا قبل كده تقريبا من سنتين في رمضان ترند المكشكشة الحلوة. النهاردة هنعملها حادقة بطريقة تحفة. هبدأ دلوقتي ان انا احطها كده على الصاج، وطبعا اي زيادات كده عن مقاس الصاج ببدأ ان انا اقطعها، والزيادات دي مش برميها خالص، بفرشها معايا تحت على القاعدة كده. كله هيكون في قلب بعض، مفيش مشكلة. ببدأ امسك ورقة الجلاش والمها كل ورقتين مع بعض، واقيس كده على قد الصاج بتاعي، وابدأ ان انا احطها زي المروحة بالظبط مكشكشة كده. يا جماعة طريقتها سهلة وبسيطة جدا. واي اوراق زيادة بفردها عندي على القاعدة كده. وطبعا ما تنسوش دهنة حلوة من السمنة علشان ما يكونش فيه اي ورق مكتوم، وكله كده يكون مورق. شايفين كده الجمال؟ حلو قوي. واي ورق متقطع حطيه في النص، مش هيقول لا. همشي بقى بنفس الطريقه لغايه ما اخلص عندي كميه الجلاش كلها، لغايه ما الصاج بتاعي اتملى. كانت لفه الجلاش خلصت، حطينا القاعده والاوراق. على فكره على القاعده لو عايزه تحطي حشوه قبل ما تحطي الجزء اللي فوق ده برضو مفيش مشكله. طب تعالوا دلوقتي بقى بعد ما خلاص خلصنا الورق بتاعنا كله وفرشناه معانا على الفطيره، ما اخدتش ثواني كده وانتي واقفه، باقي كوباية السمنة أو نص كوباية السمنة الدايبة اللي معاكي. ممكن كمان تستخدمي الزبدة، بس طبعا زيت لأ علشان الزيت هينشف معانا الجلاش. هبدأ إن أنا أدهن بيه الأوراق اللي أنا كشكشتها وحطيتها بالشكل ده. بالفرشة كده بوزعها عليهم كويس جدا، واحاول ان انا اخلي الفرشة كده تخش بين الاوراق عشان كله يكون مورق ومفيش حاجة مكتومة خالص. كده تمام جدا. اخدت بالظبط نص كوباية السمنة اللي انا مدوباها. كده خلاص. انا كان عندي صلصة بيتزا، هبدأ ان انا احط منها بالفرشة برضو، هتدي طعم خطير وتديكي احساس البيتزا كده بطريقة حلوة قوي. طيب مش متوفرة، استغني عنها، مفيش مشكلة خالص. ممكن كمان تحطي معلقة من الكاتشب كده وتدهني بيها برضو، هتديكي طعم حلو. صلصة البيتزا دي عبارة عن حبيتين من الطماطم، نص حباية من البصل، فصين من الثوم. حطيتهم في حلة صغيرة وسلقتهم على النار كويس جدا. اضربيهم بالخلاط او بالهاند بلندر. بعد كده حطي عليهم معلقة من الكاتشب، نص معلقة من السكر، رشة زعتر أساسية، ملح، فلفل أسود، بصل وثوم بودرة، بابريكا. قلبي مع بعض، هتديكي صلصة بيتزا في منتهى الجمال. خلاص كده حطينا صلصة البيتزا. تعالي نعمل معانا الحشوة. أنا حبيتها بدون لحوم خالص. حطيت شوية من الجبنة الموتزاريلا، ممكن ميكس جبن المتوفر عندك. وقطعت عندي شرايح كده من الزيتون، وعندي فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر مقطعهم مكعبات صغيرة، حلقات من الطماطم، وخليت منها كده البذور والمية بتاعتها علشان ما تبوش الجلاش عندي. وفركت كده على ايدي رشة من الزعتر، هتديكي برضو احساس البيتزا بطريقة حلوة قوي. خلاص كده الحشوة كلها جاهزة. ضيفي عليهم بقى لحمة مفرومة، فراخ متعصجة، اللي متوفر عندك تونة، بسطرمة، لانشون، اي حاجة، مفيش اي مشكلة خالص. سهلة وسريعة للنوادي، للمصايف، للرحلات، بجد بسيطة جدا.
خلاص كده قلبنا الحشوة. ببدأ ان انا افتح كده بين اوراق الجلاش، بس مش كل واحدة، بين كل كام ورقة كده نعملها زي جيوب كده، وابدأ ان انا احط فيها الحشو بالشكل اللي انتوا شايفينه. ممكن توزعي الحشو فوق الاوراق دي برضو حسب ما انتي حابة. الفكرة هنا مش اكتر من شكل المكشكشة شبه اللي كنا عاملينها الحلوة، او تديكي شكل المكشكشة قوي، قد ما هي بسيطة ان انتي بتحطي اوراق الجلاش بدون ما تدهنيها وتقعدي تورقيها. كده بتكون مورقة وسهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت ما قعدتيش تفردي كده بين كل ورقة والتانية وتدهني بينهم علشان تعملي معاكي جلاش حادق او جلاش بالجبن. كده بقى يعتبر خلاص خلصنا الفطيرة بتاعتنا، شكلها حلو قوي قبل التسوية. هندخلها الفرن وهعمل خطوة وهشرح لكم طريقة التسوية ودرجات الحرارة. معايا حباية كده صغيرة من البيض، حطيت عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود، ضربتها كويس جدا لغاية ما البيض كده القوام بتاعه يختفي، ما يبقاش فيه اي خيوط خالص. نزلت عليه بكوباية من الحليب، الكوباية 200 مللي اللي انا كنت مستخدماها. الحليب عادي بدرجة حرارة المطبخ، وقلبت كله مع بعض. زي ما قلت لكم انا جبت الصاج او الصينية بتاعتي ودخلتها الفرن. دخلتها الفرن على درجة حرارة عالية، اعلى درجة حرارة عندك في الفرن. مشغلة الفرن من تحت بس، ولو عندك مروحة شغليها هتوزع معاكي الحرارة. دخلت الصاج معايا على ما عملت بس خطوة البيض، مجرد بس ما الجلاش كده يبدأ ان هو يسخن، السمنة تدوب شوية، اوراقه تبدأ تفتح، هو ده اللي انا عايزاه. ما ياخدش اي لون، لسه لونه اصفر كده او فاتح زي ما هو. ابدأ ان انا اطلعه من الفرن واسقيه بقى بالخليط اللي انا عملته بتاع البيض والحليب، زي الجلاش اللي بنعمله باللحمة المفرومة. طيب اما بنيجي نسقيه بالبيض والحليب ما بناخدهمش ونصبهم كده مرة واحدة، احنا بناخدهم ونصبهم واحدة واحدة كده بالمعلقة ونشربها كويس جدا، واهم حاجة الاطراف علشان ما تكونش ناشفة معاكي. بعد ما نسقيها كويس جدا طبعا بندخلها الفرن مرة تانية ونسيبها على نفس درجة الحرارة ونفس التسوية، تفضل قاعدة لغاية ما تاخد لون حلو من تحت، وبتلاقي الجبنة كده ساحت من فوق وبدأت تاخد لون حلو من فوق. اقفلي من تحت وشغلي لها الشواية. ما بتاخدش وقت خالص جوه الفرن، حوالي 25 دقيقة وبتكون الصينية جاهزة عندك. طلعيها كده وامشي على التقطيعات بتاعتها بالطول، وبعد كده اديلها كده تقطيعات بالعرض، وطلعي قطعة كده زي ما انت شايفة، مش هتكون لازقة خالص من تحت لاننا مورقين الصينية او دهننا كويس. جلاش كريسبي من تحت، طري من فوق، جبنة مطاطية، الحشوة من فوق طعمها خطير، خاصة لو ضفتي كمان اي لحوم. دي بقى سهلة وسريعة زي ما قلتلك، للنادي، لرحلة، لمصيف، بجد تحفة. عايزة اقولك بجد الميكس اللي احنا عملناه كده بتاع الخضار وحشوة الجبن وصلصة البيتزا عطتني بالظبط طعم البيتزا، وفي نفس الوقت ما عطتنيش طعم الجلاش، والطراوة كده بتاعتها من فوق من خليط الحليب والبيض في منتهى الجمال. جربوها، متأكدة ان هي تعجبكم، سهلة وبسيطة وكمان سريعة. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.